السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. مع بعض النهاردة هندمس الفول بطريقة سهلة جدا جدا، تقدري تعمليه في البيت، تقدري كمان تخزنيه في اكياس ويكون متوفر عندك على طول. تعملي كمية حلوة جدا جدا من نص كيلو فول او كيلو فول حسب افراد الاسره عندك، بتعمليه وبتحتفظي بيه في الفريزر. بيبقى يا جماعه حلو وابيض ونضيف وفي منتهى الجمال. هنقول بقى بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله، وندخل يلا على الفيديو. اول حاجه احنا بنجيب حله على النار، بنحط فيها ميه، ومعانا طبعا كيلو فول نقعينه حوالي 10 ساعات، وممكن من بالليل للصبح. المية يا جماعة بنسيبها تغلي على النار، وطبعا الفول قبل ما ننقعه غسلناه كويس جدا جدا ونقعناه، وبعد كده صفيناه في المصفى. بنحط معلقة من البابريكا وكمان معلقة كبيرة كده من الخل. هو سهل جدا جدا، مكوناته كمان سهلة وبيطلع طعمه تحفة. جربوه بالطريقة دي يا جماعة، سهل جدا. وكمان هنحط معلقة صغيرة من الكركم، بقى حطينا معلقة بابريكا، معلقة من الكركم، وكمان معلقه من الخل. حطينا كمان الفول اللي هو بتاع الطعميه ده حوالي معلقتين كبار. بنسيب كل المكونات دي تغلي مع بعض كده، ونبتدي نتخلص من الريم اللي على الوش، وما بياخدش معانا وقت خالص ولا سوا خالص. شايفين يا جماعه؟ تحفه. في الوقت ده بقى احنا طبعا سيبناه وغطيناه حوالي ساعه او ساعه ونص. تقدري بقى بالهاند بلندر تضربي كده شويه. لو حبة تسيبي الفولة بفولتها سيبيها، اما لو عايزاه مضروب فبتجيبي الهاند بلندر او الخلاط وبتبتدي تضربيه. في الوقت ده ممكن بقى لو عايزة القوام بتاعه يبقى تقيل شوية، بتحطي معلقة من الدقيق وتدوبيها كده، او معلقتين دقيق وتدوبيهم كده وتحطيهم عليه، ونسيبهم طبعا نرجعه تاني على النار. بيقعد برضو حوالي 3 دقايق، وبيبقى زي الفل معانا حلو جدا يا جماعة، وفاتح ما بياخدش وقت خالص معانا. تقدري بقى يبرد خالص وتحفظيه في اكياس وتحفظيه في الفريزر بألف هنا وشفا. لو وصلتي معايا لحد كده بقى ما تنسينيش باللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشرفني طبعا وجوده. اسيبكم بقى على خير واشوفكم على خير. السلام عليكم، دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامه.